أنا حاسة إني بقيت زي الورقة البيضة اللي أي حد يقدر يكتب عليها اللي هو عاوز، مش قادرة أفكر ولا أقرر. كل تفكيري بقى في لحظة واحدة ولحظة بس، اللحظة اللي هو فيها قدامي، وأنسى كل حاجة حواليا، حتى نفسي أنا ونفسي مين أصلا. أنا اسمي ليلى، عندي 35 سنة، متجوزة وعندي ولدين. أحمد عنده 8 سنين ونور عندها 5 سنين. حياتي كانت حلوة قوي زمان. أنا وجوزي محمود كنا متحابين جدا من أيام الجامعة، واتجوزنا بعد التخرج بسنتين، وعشنا أحلى أيام حياتنا مع بعض. محمود كان راجل طيب ومحترم، وشغله كان كويس. كنا عايشين حياة بسيطة بس مرتاحين والحمد لله. محمود كان مهندس في شركة كويسة، وأنا كنت مدرسة في مدرسة قريبة من بيت. كنت بشتغل الصبح وأرجع بدري علشان أهتم بالعيال والبيت. حياتنا كانت منظمة وجميلة. كنا بنخرج آخر الأسبوع، نتمشى أنا وهو والعيال، نروح النادي أو الحديقة، ونقعد بالليل نتفرج على فيلم أو نتكلم في أحلامنا ومستقبل العيال. كانت أيام جميلة فعلا. كنت حاسة إني في نعمة كبيرة، وكنت بشكر ربنا كل يوم. محمود كان بيحبني جدا وكان بيقدرني. كان دايما بيمدحني ويقولي إني أجمل واحدة في عينه، وإني زوجة مثالية وأم رائعة. وأنا كمان كنت بحبه بجنون. كان كل حياتي وكل تفكيري، كنت مش بتخيل حياتي من غيره أبدا. علاقتنا كانت قوية جدا، مش بس على المستوى العاطفي، لأ كمان على مستوى آخر لو فاهمين قصدي. كنا متفاهمين جدا في كل حاجة، وده كان بيخلي حياتنا سعيدة وكاملة. كل حاجة كانت تمام، لحد ما في يوم محمود رجع من الشغل وكان متحمس قوي. قال لي إن الشركة عرضت عليه وظيفة في فرع دبي براتب ضعف اللي بياخده في مصر، وإن دي فرصة كبيرة جدا ليه في حياته المهنية. بس المشكلة إن الوظيفة دي عايزاه يسافر لوحده لمدة 3 سنين، وبعدين لو الشغل ماشي كويس ممكن يعملوا له إقامة دائمة، وساعتها نقدر ننقل كلنا نعيش هناك. أنا في الأول رفضت تماما، قلت له لا، مستحيل تسافر وتسيبني أنا والعيال 3 سنين، ده وقت طويل قوي. بس محمود قعد يقنعني إن دي فرصة العمر، وإن الفلوس اللي هيجيبها هتخلينا نبني مستقبل أفضل للعيال، نشتري شقة أكبر، نوفر فلوس لتعليمهم. فضلنا نتناقش أسبوعين كاملين، وفي الآخر أنا اللي قررت إني أوافق. قلت له روح يا محمود، إحنا هنصبر وهنستحمل، وبعد ال3 سنين هنكون مع بعض تاني وحياتنا هتبقى أفضل. اتفقنا إنه كل سنة هيرجع شهر إجازة يقضيه معانا، وإنه هيكلمنا كل يوم على الفيديو، وإنه هيبعت فلوس كتير. ومن بعدها بشهر سافر محمود، وابتدت رحلة ال3 سنين اللي غيرت حياتي تماما. في الأول يعني أول أسابيع كانت صعبة قوي. كنت بعيط كل ليلة قبل ما أنام، كنت بحس بوحشة رهيبة. كنت معتادة إني ألاقيه جنبي كل يوم، بس أنا حاولت أتماسك علشان خاطر العيال. كنت مش عايزاهم يحسوا إني تعبانة علشان ميتأثروش. كنت بحاول أخليهم يكلموا باباهم كل يوم على الفيديو، وكنت بحكي لهم إنه بيشتغل علشان يجيب لهم حاجات حلوة. ومحمود فعلا كان ملتزم في الأول، كان بيتصل بينا كل يوم، نقعد نتكلم ساعة أو ساعتين، يحكي لي عن يومه وشغله وأنا أحكي له عن العيال والبيت. كان بيطمني ويقول لي إنه مشتاق لي قوي، وإني دايما في باله. وكان بيبعت لنا فلوس كتير فعلا، أكتر من اللي كنا محتاجينه. وبعد 6 شهور جه محمود في أول إجازة ليه. كانت أسبوعين بس كانوا أجمل أسبوعين في حياتي. كنا كل يوم بنخرج أنا وهو والعيال، بنروح أماكن جديدة، بنضحك وبنلعب. وبالليل لما العيال يناموا كنا بنقعد أنا وهو لوحدنا، كنا بنعوض كل اللي فاتنا، كنا بنحس إننا لسه في شهر العسل. كانت أيام جميلة فعلا. بس لما سافر تاني رجعت الوحدة من أول وجديد. بس المرة دي كانت أصعب، لأني عرفت طعم وجوده تاني. حاولت أستحمل وأكمل، وفضلت على نفس النظام، شغلي وعيالي ومكالمات محمود اليومية. بس مع دخول السنة التانية بدأت ألاحظ تغيير في محمود. مكالماته بقت أقل، بقى يتصل يوم ويوم لأ، وساعات يومين أو 3 متصلش خالص. ولما كنت بكلمه كان بيقول إنه مشغول قوي في الشغل، وإن عنده مشاريع كبيرة وبيشتغل ساعات إضافية كتير. حاولت أفهم وأتقبل، قلت يمكن فعلا الشغل واخد تفكيره. بس الموضوع ما كانش بس في قلة المكالمات، لأ كمان في نوعية المكالمات نفسها. بقت باردة وجافة، ما بقاش فيها الحب والحنية اللي كانت زمان. بقى بيسأل على العيال بس وخلاص، يقول لي العيال كويسين، محتاجين حاجة، طيب سلام. وده كان بيجرحني جدا. كنت حاسة اني بقيت مجرد ام لعياله مش مراته. حاولت اكلمه في الموضوع ده كذا مرة، قلت له يا محمود انا حاسة انك بعدت عني، انك مش زي الاول. بس هو كان دايما بيزعل ويقول لي اني بفكر كتير،
وإني مش مقدرة إنه بيشتغل وبيتعب علشاننا. وفعلا لما جه في الإجازة التانية بعد سنة كان مختلف خالص عن المرة اللي فاتت. كان موجود بالجسم بس روحه وتفكيره كانوا في مكان تاني. معظم الوقت كان قاعد على الموبايل بتاعه بيرد على رسائل ومكالمات شغل، حتى لما كنا بنخرج كان مشغول. ولما سافر تاني بعد الإجازة بقى الوضع أسوأ بكتير. المكالمات بقت مرة في الأسبوع بالكتير، وساعات أسبوع كامل يعدي من غير ما يتصل. حسيت إني اتنسيت خالص، حسيت إن حياتي بقت فاضية وإني بقيت لوحدي فعلا من غير جوز حقيقي. وفي الوقت ده، السنة التالتة يعني، أنا بدأت أحس بحرمان رهيب، مش بس حرمان عاطفي، لأ حرمان في كل حاجة. كنت محتاجة حد يحضني، محتاجة حد يسأل عليا، محتاجة حد يحسسني إني ست ومش مجرد أم. أنا كنت لسه في عز شبابي، 35 سنة مش كبيرة، وكنت حاسة إن شبابي بيضيع وأنا قاعدة لوحدي. كنت بقيت بحلم أحلام غريبة، أحلام ما كنتش بحلمها قبل كده، وكنت بصحى بحس بإحباط شديد. كنت بحاول أشغل نفسي بأي حاجة، بالشغل، بالعيال، بالبيت، بس مهما عملت كان في فراغ جوايا مش قادرة أملاه. وبدأت أتفرج على حاجات كنت مستحية أتفرج عليها زمان، أفلام ومسلسلات فيها مشاهد رومانسية، وكنت بتخيل نفسي في مكان البطلة. والأسوأ من كده إني بدأت أتصرف بطريقة مختلفة. بقيت أهتم بشكلي أكتر، بلبس حاجات حلوة وأنزل الشارع بس علشان أخرج وأشوف ناس. وبقيت ألاحظ نظرات الرجالة في الشارع، وبقيت بفرح لما ألاقي حد بيبصلي بحس إني لسه حلوة. وده كان حاجة جديدة عليا تماما. في الوقت ده بالظبط صديق محمود من أيام الجامعة اسمه كريم كان راجع مصر علشان شغل مدة شهرين أو 3. كريم ده كان صاحب محمود المقرب من زمان، من أيام كلية الهندسة، كانوا زمايل وأصحاب. كريم ده كان راجل محترم وطيب، عنده 37 سنة، وكان متجوز لكن اتطلق من حوالي 2 سنين، وعنده بنت بتعيش مع أمها. كان شغال في شركة كبيرة وراجع مصر علشان مشروع معين. محمود كان كلم كريم قبل ما يرجع مصر وقال له يطمن عليا وعلى العيال ويساعدني لو احتجت أي حاجة. كريم وعد محمود ووعدني كمان، وقال إنه تحت أمري في أي حاجة. وفعلا بعد ما وصل مصر بأسبوع اتصل بيا وسأل عليا وعلى العيال، وقال إنه عاوز يجي يسلم علينا. قلت له اتفضل طبعا. جه ومعاه لعب وحاجات حلوة للعيال. العيال فرحوا قوي، وهو قعد شوية اتكلم معاهم ولعب معاهم، وبعدين قعد معايا شوية نتكلم، سأل على محمود وعلى أحواله. كريم كان إنسان لطيف في تعامله، كان بيتكلم براحة وبأدب. وبعدها بأسبوع حصل عطل في التلاجة بتاعتنا، والتلاجة وقفت تماما. اتضايقت قوي لأن كان عندي أكل كتير ممكن يفسد، فاتصلت بكريم وحكيت له. قال لي أنا جاي دلوقتي. جه بعد نص ساعة ومعاه عدة، وفعلا قدر يصلح التلاجة في ساعة. فرحت قوي وشكرته جدا وعزمته يشرب حاجة، فقعد شرب عصير وقعد معايا شوية نتكلم. وبعدها بكام يوم حصلت مشكلة في الكهرباء في الشقة، اتصلت بكريم تاني وهو جه وصلح المشكلة. وكده بدأت أعتمد عليه في الحاجات دي لأنه كان فعلا موجود وبيساعد. ومع الوقت كريم بقى يجي كل أسبوع مرة أو مرتين، مش بس لما أطلبه، لأ، كان بيجي يسأل ويطمن على العيال، وكان بيقعد شوية نشرب قهوة أو شاي ونتكلم في حاجات كتير. بدأت أحكي له عن حياتي وعن وحدتي، وعن إن محمود بقى مش بيتصل كتير وإني حاسة إنه بعد عني. وكريم كان بيسمعني باهتمام، وكان بيطمني ويقولي إن محمود مستحيل ينساني وإنه راجل محترم وأكيد مشغول بس. وكريم كمان بدأ يحكي لي عن حياته، حكالي عن طلاقه وإزاي مراته السابقة كانت السبب في الطلاق لأنها خانته مع واحد صاحبه، وإزاي ده دمره نفسيا. حسيت بتعاطف معاه، وحسيت إننا الاتنين عندنا مشاكل. ومع الوقت بدأت أحس إني مرتاحة قوي مع كريم. بدأت أستنى زياراته، بدأت أفرح لما يتصل أو يجي، بدأت أهتم بشكل أكتر لما أعرف إنه جاي. ألبس حاجة حلوة، أحط مكياج خفيف، أظبط شعري، أتعطر. وكنت بلاحظ إنه كمان بيهتم بشكله لما يجي. كان لابس حاجات أنيقة ومتعطر، وكان بيبص لي بطريقة مختلفة، بيبص لي كتير وبيبتسم لما يشوفني. في يوم من الأيام كنت تعبانة قوي، كان عندي صداع نصفي شديد وكنت مش قادرة أقوم من السرير. اتصلت بجارتنا وطلبت منها تجهز العيال، ووافقت. وبعدها كريم اتصل بيا عادي يسلم. قلت له إني مش كويسة ومش قادرة أقوم من الوجع. قال لي استني أنا جاي. بعد ساعة لقيته واقف على الباب ومعاه علاج للصداع ومعاه عصير طازة. دخل وقال لي خدي العلاج دلوقتي.
وانا هقعد مع العيال لما يرجعوا لحد ما تصحي وتبقي احسن. حسيت بامتنان رهيب ليه. مفيش حد غريب عمل معايا كده قبل كده. خدت العلاج ونمت. صحيت بعد ساعتين لقيت كريم لسه موجود. العيال رجعوا من المدرسة وهو لعب معاهم وقعد معاهم. قمت وشكرته جدا وقلت له معلش تعبته، بس هو قال لي ان ده واجبه وانه مبسوط انه يقدر يساعدني واني انسانة رائعة ومش مستحقة اعيش لوحدي كده. قلت له محمود جوزي وهيرجع قريب ان شاء الله. بس كريم بصلي وقال بس هو مش موجود دلوقتي وانتي محتاجة حد يبقى جنبك. الكلام ده خلاني احس بحاجة غريبة. حسيت ان في حد فعلا شايفني، شايف الست اللي جوايا، مش شايف الام بس. بصيت له ولقيته بيبص لي بصة مختلفة تماما، بصة فيها اعجاب وفيها رغبة وفيها مشاعر. وانا بصراحة بدأت احس بنفس الشعور. بدأت احس اني منجذبة ليه. بدأت احس اني عايزاه يبقى موجود في حياتي. وبدأت الافكار الغلط تيجي في دماغي. بدأت افكر ان محمود لو فعلا عنده حد تاني هناك يبقى ليه انا افضل لوحدي. بس في نفس الوقت كان عندي صوت جوايا بيقولي لأ، ده غلط، ده حرام، انتي متجوزة وعندك عيال، ما ينفعش تعملي كده. بس الصوت التاني كان أقوى. الصوت اللي بيقولي إني محرومة، إني بني آدمة وليا احتياجات، إني مش قادرة أستحمل. كريم قرب مني شوية وقال لي ليلى، أنا عارف إني ما ينفعش أقول الكلام ده، بس أنا مش قادرة أخبي اللي بحس بيه. أنا معجب بيكي جدا من أول يوم شفتك فيه. أنا مش قادرة أشوفك تعبانة ووحيدة كده. لو عايزة تتكلمي، لو عايزة حد يبقى جنبك، أنا موجود دايما يا ليلى. قلبي بدأ يدق بسرعة رهيبة. حسيت إن الدنيا بتدور بيا. ما كنتش عارفة أقول إيه. كنت عايزة أقوله يمشي وما نشوفش بعض تاني، بس في نفس الوقت كنت عايزة إنه يفضل. عايزة أحس بالدفى والحنية اللي مفتقداها من 3 سنين كاملة. ما قدرتش أتكلم. وقفت ساكتة وكريم فهم. مد إيده ومسك إيدي بهدوء وبص في عيني وأنا ما بعدتش. وبعدين ضمنيه حضن دافي ومطمن. وأنا سبت نفسي أتضم وبدأت أعيط من غير ما أقصد. عيطت كل الوجع والوحدة والحرمان اللي جوايا من 3 سنين. كريم فضل ماسكني ومطمني، بيمسح على شعري ويقولي اهدي يا ليلى، أنا هنا مش هسيبك. وبعدها حصل اللي حصل. حصلت لحظة الضعف الكبيرة، اللحظة اللي غيرت حياتي للأبد. اتحول الحضن البوسة والبوسة لحاجات أكتر. أنا نسيت كل حاجة في اللحظة دي. نسيت محمود اللي بعيد، نسيت العيال، نسيت إني متجوزة، نسيت إن ده حرام وغلط. كل اللي كنت حاساه في اللحظة دي إني محتاجة، إن عايزة أحس إني عايشة، إن عايزة أنسى الحرمان اللي كان قاتلني. وبعد ما خلصنا قعدنا في صمت الفترة. أنا كنت في حالة غريبة ما بين الإحساس بالذنب الرهيب وما بين الإحساس بالراحة. إني أخيرا حسيت إني ست مش مجرد أم. كريم قال لي ليلى، أنا مش نادم على اللي حصل، بس ما ينفعش نكمل كده هنا، ده خطر. العيال ممكن يصحوا أو يرجعوا فجأة. لو إحنا عايزين نتقابل تاني لازم نلاقي مكان تاني أكتر أمانا. أنا وافقت من غير تفكير. كنت فعلا عايزة أكمل، عايزة أحس بالإحساس ده تاني. وبدأنا نتقابل في الفندق اللي كريم نازل فيه. كنت بقول لجارتنا إني رايحة أشتري حاجات أو رايحة أقابل صحبتي، وكنت بسيب العيال معاها 2 أو 3. وكل مرة كنت بحس بنفس الإحساس. بحس إن عايشة، بحس إن ست، بحس إن مرغوبة ومحبوبة. كريم كان بيعاملني بحنية. كان بيقولي كلام حلو ما كنتش بسمعه من سنين. كان بيقولي إني جميلة، إني رائعة، إنه مش مصدق حظه، إنه لقاني. وأنا كنت بصدق كل كلمة. كنت محتاجة أسمع الكلام ده. بقيت مدمنة اللقاءات دي. بقيت مستنية اليوم اللي هنتقابل فيه. بقيت بفكر فيه طول الوقت. بقيت بحلم بيه. بقيت بحس إني مش قادرة أعيش من غيره. نسيت خالص إن ده غلط. نسيت إن ده حرام. نسيت إن ده ممكن يدمرني لو اتكشف. الحرمان والنار اللي كانوا جوايا نسوني كل حاجة. نسوني جوزي، نسوني عيالي، نسوني ربنا، نسوني نفسي حتى. في يوم من الأيام كنت راجعة من عند كريم، كنت مبسوطة ومرتاحة. ولما دخلت البيت لقيت أحمد ابني الكبير قاعد في الصالة لوحده والتلفزيون مقفول وهو قاعد بيبص في الفاضي. استغربت وقلت له مالك يا حبيبي؟ قال لي كنت فين يا ماما؟ جدتي يقصد جارتنا، سألت عليكي كتير. قلبي بدأ يدق. حاولت أتملك نفسي وقلت له كنت عند صاحبتي يا حبيبي، كنا بنتكلم ونسيت الوقت. أحمد بصلي بصة غريبة، بصة فيها شك، وقال لي ماما، أنا شفتك النهاردة لما كنت راجع من المدرسة. كنت راكبة عربية مع عم كريم ورحت ناحية وسط البلد. حسيت إن الأرض اتشقت تحتي. حسيت إن قلبي هيقف.
حاولت ابتسم بس كانت ابتسامة مصطنعة، وقلت له يا حبيبي، عم كريم كان رايح نفس المكان اللي انا رايحاه، فوصلني في العربية علشان الجو كان حر، ده صاحب باباك وبيساعدنا. المرة الجاية هقولك قبل ما اركب معاه، ماشي؟ احمد فضل ساكت شوية، بعدين قال لي طيب يا ماما. بس انا كنت عارفة من عينيه انه مش مقتنع، كان في شك جواه، بس انا من جوايا كنت خايفة قوي. حسيت ان الموضوع بدأ يتكشف وان لازم ابقى حذرة اكتر. كلمت كريم في نفس الليل وحكيت له اللي حصل. قال لي متقلقيش، هو عيل صغير ومش هيفهم حاجة، وحتى لو سأل تاني قولي له نفس الكلام. بس انا فضلت خايفة، فضلت حاسة ان في خطر قرب. وبعد الموقف ده بأسبوعين كنت انا وكريم قاعدين في كافيه في منطقة بعيدة شوية عن البيت، في منطقة ما كنتش بروحها عادة، اخترناها علشان نضمن ان محدش يشوفنا. كنا قاعدين بنتكلم وبنضحك، وكان يوم جميل. وفجأة كريم مسك ايدي فوق الترابيزة وقال لي انه جايب لي هدية، وانه عايزني البسها دلوقتي. طلع من جيبه علبة صغيرة فيها صوار ذهب رقيق وجميل قوي، وحطه في ايدي. انا فرحت قوي وحسيت انه فعلا بيحبني ومقدرني، لان محمود من زمان ما جابش ليه هدية. لبست الصوار وحطيت ايدي فوق الترابيزة علشان اشوفه، وكريم مسك ايدي وبوسها. اللحظة دي حسيت اني في قمة السعادة، حسيت اني عايشة قصة حب حقيقية، نسيت ان ده كله غلط وحرام.